شكلها بتصير جورج آر مارتن كاتب الرواية اللي انصنع منها مسلسل جيم اوف ثرونز يأكد ان في مسلسل قادم احداثه تصير بعد احداث مسلسل جيم اوف ثرونز. شيء يفجر المخ. في اخبار وايد هالفترة انتشرت والمسلسلات المستوحاة منها، فاحنا في الفعل تم التأكيد ان فارس من الممالك السبع راح يكون في شهر 1 من 2026 تاريخ 18، وهاوس اوف دراجون سيزون 3 راح يكون في شهر 6 من 2026. وتأكد ان 2027 راح يكون في موسم ثاني لفارس من الممالك السبع ايضا، و2028 سيزون 4 من فارس من الممالك السبع. وبعد راين كندل يقول لك والله ممكن نسوي اكثر من 4 مواسم لهاوس اوف دراجون، وهاي الشيء غريب جدا لان القصة نوعا ما رقصة التنانين ما تحتاج أكثر من 4 مواسم. فهل ممكن أن هم يبتدون شوي يأخذون من الأحداث اللي صارت عقب الرقصة؟ وهاي شيء ممكن بالفعل يعني، لأن في أحداث صارت عقب الرقصة بشوي من كتاب النار والدم، بس ما صارت أحداث وايد، يعني ما يقدرون يروحون وايد بعيد في الأحداث. يعني إذا بيسوون شيء ممكن موسم 1 أو موسمين. كمية أخبار مو طبيعية عن أغنية الجليد والنار تقريبا، يعني مسلسل في كل سنة. مش رأيكم؟ شو تتوقعون المسلسل اللي بيصير أحداثه بعد أحداث مسلسل جيم اوف ثرونز الرئيسي؟ هاي بالنسبة لي تقريبا أهم خبر بعد فارس من الممالك السبع. شنو ممكن يصير؟ سنو المسلسل كنسلوه تقريبا، فهل ممكن شيء يكون ما له علاقة في ولا شيء؟ يعني مثلا رحلة آريا يكون أو شيء شيء غبي، بس إذا جورج آر مارتن قاله فأكيد إنه هو يعني في نوعا ما يكون له دخل، فما أتوقع بخليهم يسوون شيء غبي إن شاء الله.